صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا عزيزي. على رأي الدحيح، مش عارفة ليه معلقة معايا يا عزيزي دي، أو أوقات في أوقات الطاقة اللي زي كده يعني. طيب يا عزيزي، تعالوا نشوف ايه الرسالة اللي محتاجة توصل لكم دلوقتي. فهتختاروا بين رقمين، ثواني بحاول اختار لكم رقمين يناسبوا طاقتكم. طب اقول لكم حاجة، استنى، كنت اعمل مديتيشن بس ممكن ناخدها من الحروف. يس، بقرا الارقام في الحروف احيانا. المجموعة الاولى الرقم بتاعها هيكون باذن الله 10. تمام، تعالوا نشوف بقى ايه المجموعة التانية. المجموعة التانية، ثواني عشان اقلب الطبخ كويس. المجموعة التانية هتكون رقم 21. تمام، المجموعة الأولى رقم 10 والمجموعة التانية رقم 21. واو. المجموعة التانية، ايه ده، غريبة جدا. التشارم دي تشارم لاف صغيرة جدا، مش موجودة في التشارمز بتاعتي اصلا. اول مرة تطلع لي، مش موجودة اصلا، مش حجم حتى التشارمز بتاعتي. صغيرة قوي، كأنها نفس حجم الحروف الصغيرة. انا هخليها عشان لو قدرت اصورها لكم بس يبقى المجموعة التانية رقم 21 طالع لهم كلمة لاف. والله ما اعرف جت منين، وحياة ربنا ما اعرف جت منين حرفيا يعني. تمام، يلا يا اصحابي، يلا يا اصحابي، بينا نفرح بينا نمرح. عارفين الاغنية دي؟ بجيب لكم اغاني قديمة انا. انا عارفة بجيب لكم اغاني قديمة قوي. يلا نبدأ مع مجموعة 1 اللي اختارت رقم 10. مجموعة هنقول 10 بقى، ماشي؟ يلا يا مجموعة 10. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار الرسالة اللي عاوزة توصلكم دلوقتي حالا، هي بخصوص ايه؟ مجموعة رقم 10، ايه هي الرسالة اللي محتاجة توصل لكم دلوقتي حالا، وفي اي وقت تفتحوا فيه القراية؟ مجموعة رقم 10، مجموعة اختارت رقم 10. It was my time to go.
الرسالة بتقول it was my time to go. في أثار خطوات على الرملة، والغريبة ان الآثار اختفت قبل ما تدخل البحر. يعني مش مثلا دخلت على البحر واختفت، لا، هي اختفت قبل ما تدخل البحر. it was my time to go. في كارت تاني ظاهر، ولو اني قلت مش هاخد غير كارت واحد. don't be afraid. اوكي طيب. it was my time to go. مبدئيا كده حاسة ان الرسالة دي يعني هيكون في طاقة موجودة. الرسالة دي مبعوثة لها من روحها، وروحها يعني الآثار اللي بتختفي بدون بشكل غريب دي ده معناه ان روحك، يعني بعض من الموجود في الطاقة دي ان روحك انفصلت عنك في وقت مهم جدا خيميائيا. الوقت ده خيميائيا بيبقى مهم قوي، لان هي بتفصيل بقى الأجساد والسبع أجساد اللي هي الأورا بتاعتك. في جزء من الروح بينفصل وبيروح للعوالم العليا. طبعا انت القصة دي متبقاش عندك اي فكرة بيها. الموضوع شبه فيلم سول، جزئية في فيلم سول كده. الناس بتبقى منفصلة تماما، يعني موجودة جوه الواقع الحياة اليومية، لكن مطفية تماما. فده بيبقى وقت من الأوقات الروح بتنفصل عن الجسد. الشخص بيبقى جسديا عايش، ولكن بدون اتصال مع روحه، فبيعتبر فعلا حصل حالة سيبريشن كاملة عن الروح. وده أصلا جزء من عملية خيميائية كبيرة جدا. وقتها ورغم ان روحه منفصلة عنه، الحالة دي تبدو يعني انها مزرية. حتى في الفيلم كانت متقدمة انها مزرية عشان تحسوا قد ايه مدهش انه كل شيء بيبدو لينا حتى صعب جدا ومفجع جدا وبيبدو لينا ان هو بعيد عننا تماما، وممكن في مراحل احنا نكون مرينا بيه اصلا. بس هو بيبقى اصلا كمان حاصل علشان ده الوقت. يعني عارف اللي هو انت مثلا قررت ان انت تنغمس يعني مثلا في فيلم سول الراجل حصلت له الحالة دي علشان هو كان منغمس جدا في العمل المكتبي بتاعه، فابتدت روحه خلاص تطلع من جسمه حرفيا. فعارف لما الكون يبقى already السيستم بتاعه اعلى، ان ربنا السيستم بتاعه اعلى، ففاهم الحالة دي قد ايه هي هنا تحت في الاسفل مفجعة. لكن ده التوقيت اللي بتبقى اوكي هيحصل سيبريشن خيميائيا لفترة غير معلومة. في نفس الوقت الروح بتسافر فوق في العوالم العليا وتتعلم.
بدون اتصال معاه، يعني انت ما عندكش اتصال بيها خالص. انت في الحالة كأن حالة الموظف اللي قاعد منغمس تماما، منفصل تماما، حاسس ان هو حرفيا، او مش حاسس بأي حاجة. يعني حاسس دي اصلا فيها امل. الراجل في فيلم سول ما كانش حاسس بأي حاجة، مش حاسس حتى ان روحه مشيت، يعني فاهم ان هي روحه منفصل. في المقابل الروح فوق عمالة تتعلم، زي سول 22 كده ما كانت عمالة تتعلم. ولما بيحصل الوقت المقدر وبيجي من جوه الشخص خيميائيا برضو باختيار الشخص، يبتدي يميل للاستفاقة كده ويحس انه انا زي برضو في الفيلم، مشهد في الفيلم لما قدريا الناس في ارواح لطيفة فوق هي اللي نزلت لروحه، وده ما فيش حاجة بتحصل عبث، هو مقدر له ان روحه تسقط عليه خلاص ساعتها. فهو وقتها قعد يقول هو انا بعمل ايه هنا، وراح سايب شغله ومشي. ف وقعد يقول I am alive، اللي هو هيحتفل يعني. فعارف اللي هو الكون يا جماعة جميل، يعني مهندس فعلا. اللي هو كأنه في استفادة من الوقت اللي حتى وقت المغادرة المريع ده، اللي لما نيجي نعمل عنه فيلم هيبقى مريع يعني. لكن هو في الأعلى، صورته في الأعلى أو الانعكاس بتاعه في الأعلى، الروح بتستفيد منه، بتتعلم وبتثرى جدا. عشان كده الناس اللي يعني في وضع الراجل ده زي في الفيلم كده، هتلاقيهم حياتهم بعد كده اتقلبت رأسا على عقب يعني. وهي الخطة بتاعته عاملة كده يعني فاهم ازاي؟ روحه لما بتنزل بكل العلم بقى والمعرفة بتاعت المعرفة الروحية اللي تقدر تخليه فاهم يعني ايه يعيش حياته في الفترة دي. فهتلاقيه جاتله قوة كده وفورة وبيعمل حاجات ممكن تكون أبعد ما تكون عن طبيعته أصلا، لأنه خلاص هو عارف فين الحياة. إن هو عارف الحياة بالنسبة له خلاص بقت ايه، أنا هبقى حي في ايه. فبيبقى بمنتهى القوة والجرأة بيعمل حاجات حتى ممكن تبقى بالنسبة للآخرين مجنونة جدا. ويحضرني هنا طبعا فورست جامب، أكتر شخصية سينمائية عبرت عن الحضور الإلهي البيور في شخص بيقولوا عليه غبي. يعني الفيلم طول الفيلم بيقولوا عليه غبي، والحقيقة ان هو كان بيجسد فكرة قد ايه انا بعيش في الحالة اللي بعيش فيها بدون اي توقع ولا تشبث، ولا يمكن الحاجة الوحيدة اللي كان بيتألم فيها وعنده شوية قصص فيها مؤلمة، ولكن فضل طيب وبيستقبل الحدوتة دي كل مرة بترجع له بطريقة برضو فير جدا، يعني بيعبر عن ألمه فيها وفي نفس الوقت بيكون طيب. البنت اللي بيحبها اللي هي جيني دي، وجيني كانت النص التاني بتاعه اللي تايه. هي كانت تايهة جدا، هو ما كانش تايه. هو ما كانش
سايب نفسه للتوهان ده خالص. هو كان يعني أنا المشهد بجد اللي هو لما هي بتسيبه للمرة اللي مش عارف كام وبيخرج هو وكل اللي بيقرر يعمله لما بيكتشف ان هي سابته للمرة المليون وهو نايم ان هو يجري، وبيفضل يجري 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 يجري. فطبعا بيبقى ظاهرة والناس بقى تكتشف انه الشخص ده بيجري بقاله بيجري قد ايه ده. طب الصحافة، الاعلام، التلفزيون، مش عارف ايه، وناس تانية تنضم ليه واحنا حاسين بيك وانت مش عارف كنتنا لايه وانت اللي مش عارف ايه. وانت عارف انت بقى الناس لما تعمل من حد بقى بطل بقى واسطورة وهتقلهه تزنقه في الحتة دي بقى. وهو ولا يعني هو مش بيجري عشان الناس وراه بتحمسه ولا بتونسه، ولا هو اصلا كان بيجري لوحده من الاول. وبعدين جه وبرضه تيجي الصحافة تسأله انت ايه هدفك من عارف اللي هو عايز تجري لفين، رايح فين، اللي هو ولا على باله الكلام ده، هو عاوز يجري خلاص. وبعدين بعد ما لم حوالين الناس دي كلها وبقى نبي في الجري والله العظيم اللقطة دي بتضحكني جدا. الفيلم ده جميل وتوم هانكس ده يعني. فبيقوم واقف وقال انا زهقت، انا عاوز اروح. بيقوم مروح. الغريبة بقى انه طريقة العيشة اللي هو كان عايشها بالشكل ده كانت كل الكون والحياة كانوا بيجوا تحت رجليه. كان بيبقى غني جدا، لما يدخل تجارة يبقى غني جدا، تجيله الفلوس تحت رجليه، لما مش عارف ايه، عشان لا يمكن نكمل بيورنس. فعلا انا مش هاممني يعني لما جاله فلوس اصلا اشترى مركب صيد علشان صاحبه كان بيحب الصيد، صاحبه اللي مات، فبيحقق امنية صاحبه اللي هو فالفلوس المركب دي جابت له فلوس تانية وبقى ملياردير. وبعدين راح متخلي عنها كلها ومتبرع بيها كلها وراح يشتغل يقص العشب في الجناين. فاللي هو فورست جامب يعني انا اتفرجت عليه 20,000 مرة. الفيلم ده من الافلام اللي تسكن فيها، يعني تعتبرها مسكن كده وترجع لها عشان تفهم قد ايه احنا بنصعبها على نفسنا. وقال هو اللي غبي كان ليه رد جميل بيرد بيه على الناس، انه انا مش متذكرة قوي بس انه الغبي هو اللي بيعيش زي الغبي. يعني فعلا الغبي هو اللي بيعيش زي الغبي. انا مش غبي. يمكن وعشان هو بقى كان شوية مش بيعرف يكون في كامل براءته، بمعنى ان هو يعني ما يتعلقش بوجود جين قوي، يعني ما كانش قادر يعمل اللي هو بيعمله ده بنفس الأريحية كده زي ما باقي الحاجات، لما يبطل يجري، لما يتنازل عن الثروة الفظيعة دي، لما يقعد يلعب تنس 20,000 يوم وبعدين يسيبه، اللي هو عادي. لكن جين كانت لأنه فعلا برضو بيعرف يحب، كان عنده جزء من التعلق، لكن رغم كده برضو كان بيتعامل عشان يعني كان قدام التعلق ده بيحصل على ألم ما، لكن ما تدمرش، برضو كان أقوى من إنه يتدمر قدام خراب جين كانت خربانة وتايهة جدا وتعمل بدون وعي تصرفات مؤذية جدا ليه.
ورغم كده ما اتدمرش برضه. كان لو كان واحد بدل فورست جامب كان اتدمر، كان فعلا اتدمر. الفيلم ده يا جماعة جميل جميل جميل. معرفش جت سيرته ليه، بس اعتقد ان انتوا محتاجين تسمعوا حاجة عن الموضوع ده. قريب كان قناة حسن فهد بحبها وبحب صوته جدا، اللي هي قناة مكعب وما أدراك ماذا تعني كلمة مكعب. فأنا يعني حاسة ان القناة دي من المكعب. محدش يفهم حاجة. طيب كان منزل فيديو على فورست جامب يعني، بس انا يعني قلت هشوفه، بس قلت عاوزة اشوف الاول الفيلم تاني للمرة 1,100,000 قبل ما اشوف الفيديو يعني. بس متأكدة ان الفيديو هيكون جميل، لانه المكعب جميل يا جماعة. نرجع بقى لرسالتكم اللي ترسل. مش بقول لكم والله قراياتكم دي من فيها شيء مش ارضي، مش مكمل باقي الخطوات، مش مكمل باقي الاثر المادي. قراياتكم دي فيها ماجيك. طيب تعالوا، مين اللي بيقول لكم it was my time to go يا مجموعة 10؟ مين اللي بيقول لكم it was my time to go يا مجموعة 10؟ Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ده جسد من أجسادكم. الجسد، أي جسد من أجسادكم اللي بيقول لكم المجموعة دي، اللي بيقول لكم الرسالة دي مجموعة رقم 10. Seven of Swords. جسدكم النجمي. الحقيقة أنا معرفش ترتيبات الأجساد أو الهالة جوه الروح ازاي، بس اللي قادرة أعرفه إنه الجسد النجمي بيبقى جزء كبير جدا، يعني زي ما أنا قريت في الأول، من يعني كأن روحك اللي غدرت. الجسد النجمي اللي هو عينك التالتة، فهي خملت فيك، يعني ما استيقظتش لفترة طويلة، وحصل بقى الحالة اللي أنا قلتلك عليها اللي هي بتاعت فيلم سول دي، فانفصل جزء كبير بينك وبين روحك، وذهب جسدك النجمي أو عينك التالتة علشان تتعلم في العوالم العليا. تمام؟ وتقولك it was my time to go. ده بقاله فترة حاصل. تمام؟ فما تخافش، يعني الرسالة دي ما تخوفكش. don't be afraid، بالعكس. طيب تعالوا كده نسأل جسدك
النجمي راح فين؟ إلى أين توجه جسدك النجمي؟ Two of Swords أو طاير. والهوا طاير يلعب بهدى فاير، يرسم رأس عالداير. مش فاكرة الكلام. وانا مثل الهوا صاير مجنونة وحاير، بدي وما بعرف ساير، شو بدي اقول. Two of Swords. هل ده له علاقة بالكلام؟ جسدك النجمي أو عينك التالتة بتتعلم حاجة عن الكلام؟ بدي وما بعرف قول. وانا مثل الهوا صاير مجنون بحبه وحاير، بدي وما بعرف ساير، شو بدي اقول. اوكي، هل ده له علاقة بالكلام؟ يس 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 يس. طب هل الكلام ده كلام عاطفي ولا هي الأغنية جاية عشان بس تفهمنا الكلام؟ الموضوع له علاقة بالكلام. الكلام ده له علاقة بإيه بالظبط؟ إيه الكلام اللي Page of Cups؟ كلام جسدك النجمي عاوز يتعلم أو يعلمك الكلام اللطيف. عارف انت الكلام اللطيف على القلب، سواء بقى الحالة دي حالة عاطفية أو حالة ممكن تكون في شغلك، عاوز تقدم برزنتيشن معين مثلا، او يعني الموضوع ده بقاله كتير فمعرفش، ممكن تبقى طاقة ان هو لا مش بقاله كتير وده موقف بعينه، وممكن تبقى طاقة بس انا حاسة ان الطاقة الاكتر هي طاقة بقالها فترة. جسمك النجمي عينك التالتة بتتعلم في العوالم العليا و بعيدة عنك بقالها فترة، وده مخليك يمكن مش قادر تتكلم قوي او مش عارف تعبر، مش عارف تشوف الصورة كاملة في مواقف كتير. فاهمني؟ في برضو في ظهر الديك judgment. ما كنتش عارف تشوف المواقف صح، تحكم عليها صح، تقراها صح. ممكن يكون برضو السوردز دي بتعبر عن الفكر، وطبعا ممكن يكون طاقة عاطفية انت اكتشفت فيها حاجة. واضح انا حاسة ان انت ابتديت يعني حاسة مغادرة جسدك النجمي بقالها فترة كبيرة، وانت ابتديت دلوقتي تتواصل معاه تاني، صح كده؟ ايوه، ابتدى يتواصل معاك تاني، ابتدى يخليك تشوف الصورة كاملة. حصل لك judgment، حصل لك
الصحوة. يس اهو بص رمز الشمس في عينه اهو. جسدك النجمي بيعود ليك في اوقات معينة، وبيوريك صورة معينة في اي موضوع بقى يخص شوف بقى على حسب قصتك انت. فحتى لو علاقة عاطفية انت ابتديت تشوف الصورة كاملة، ابتديت تشوف الرمز الشمس اهو تحت عم تونتو ده جميل قوي على فكرة، كائن جميل. الجايد بوك بتاعه جميل قوي بس طويلة. هو اصلا يعني تقريبا هو التعبير عن كأنك شايف عينك التالتة جسدك النجمي 3 of Pentacles. وهو بيتعامل معاك وبيتعاون معاك، بيدمج المعلومات مثلا او الرؤية بتاعته او الحاجات اللي بتنزله في نومك، في قراية زي كده بتسمعها هنا او بتسمعها عند حد تاني. فانت بقى عندك الحكم كامل عن الموضوع ده ايا كان بقى باختلاف نوعه. يعني اهو الشبكة كاملة اهو ده مون الجيتس اوف بهجولة. طبعا الكروت دي عن الأسطورة بشكل عام بتاعت اسمها ايه فينيكا. فبهجولة ده برضو ليه قصة طويلة يعني في كل الكروت، بس انا مش متذكرة او مجمعة دلوقتي. المهم ان دي زمون النست اللي في زمون انت ما بقاش فيه يا ربي. جاية بص تحت 3 of Pentacles الكلب والذئب هنا اللي في زمون هما نحرانين على بعض لسه، لكن وراهم الشبكة، وتحت والكارت فوق 3 of Pentacles وعين تونتو في النص اللي هي رمز الشمس. فالشبكة انت بقى عندك الشبكة كلها، وقدام judgment الناحية التانية الصورة كاملة. اوكي دي الرسالة اللي جاية لك يا مجموعة 10. في ظهر الديك بتاعت الرسائل رسالة تانية my mind is free. وبوابة وراها، بس دي مش هصورها. it's not your fault. عقلك اتحرر من الإحساس بالذنب، فهم إحساس الذنب وتحرر منه. وده مش معناه لما بنقول ان احنا نتحرر من احاسيس الذنب مش ان احنا ما نوعاش اللي احنا يعني اللي بيحصل في المواقف. يعني ابقى ضربت واحد مثلا واقول انا مش حاسس بالذنب، يعني اللي هو لا، اللي هو تتنصل من الفعل. لا، انت بتبقى الوعي بقى ان انت تبقى شايف الفعل ويعني متفهمه فعلا. يعني شايف، مش بس شايف انك ضربت الشخص فانت مش عارف ايه وايه وايه وايه. لا، انت شايف الموقف كله حصل ازاي، واللي قدامك حصل منه ايه، وانت حصل منك ايه، وفعلتك طبعا اكيد اذت ادميته اكتر. تبقى قادر تعترف بده، قادر تشوفه للاخر. هي دي، ما
هي دي بقى المشكلة، انه كل ما بنحس بالذنب بن بن بننشغل بتحطيم انفسنا بدون وعي، وبيزيد الاحساس بالعنف بعد كده، لانه انت في جزء منك اتكبت، لانه فعلا غصب عنه اللي حصل ده. فمش هنقول غصب عني فالفعل ده عادي، لا هو مش عادي، هو مؤذي. ثواني. هو مؤذي، لكن انا عارف ده وفاهمه ومتفهمه، وبقدر اتعاطف مع اللي قدامي، احط نفسي مكانه وكل حاجة، بس بدون جلد ذات، بدون يعني بنظبط الموضوع، وكل واحد بيكون نفسه، وكل واحد بيتعاطف مع نفسه ومع الآخر بالحب، مش بأحاسيس الذنب ولا أحاسيس أنا مش حاسس بالذنب فاللي قدامي يتفلق. لا، مش بالمنطق ده، بالعكس، مش حاسس بالذنب عشان أقدر أملى نفسي حب و أحتوي اللي حصل ده، والحب يملاني، فما يحصلش شبهه موقف مؤذي قوي لو موقف واضح قوي ومؤذي، وفي نفس الوقت ما احسش بالذنب من حاجة فعلا ما ينفعش ان نحس فيها بالذنب، وافكاري المغلوطة هي اللي طول الوقت بتحسسني فيها بالذنب. ماشي يا جماعة 10. خلينا بقى ايه في نصور لكم الكروت ونبدأ بقى مع مجموعة 21 بعد كده. هي مجموعة 2، المجموعة 2 اللي اختارت رقم 21. تعالوا كده نعرف. طبعا الكروت انا نسيت اقول ده في اول القرايه، الكروت دايما بتلاقوها في الكومنتس، صور اللي بقدر اصوره من الكروت. تعالوا كده نشوف ايه الرساله اللي عايزه توصل لكم دلوقتي يا مجموعه 21 بخصوص ايه هي الرساله. So many loving people. وحد بيحضن حد. We are soulmate في ظهر الدك. اخدها والنبي لاخدها. يعني اشمعنى المجموعة الأولى طلع لها كارتين وبعدين لا يمكن يعني سيب كارت زي كده يعني طالع كده. طيب I was met by so many people. في حد بيقول لك الرسالة دي، في حد بيقول لك الرسالة دي مجموعة 21. يس. طيب اكيد حد حاسس انه انت السول ميت بتاعه. في ياسمين في الكارت. اوكي، الشخص ده عايز يحضنك جدا جدا جدا، وعايز يكون معاك على البحر. حط وردة في شعرك حتى لو انت راجل على فكرة، والنبي ما هيجرى حاجة على رأي محمد. مش لازم تبقى ست يعني عشان تحط في شعرك الورد ده. كليشيهات تجيب الهم. طيب
نعرف اكتر بقى مين الشخص ده، من هذا الشخص اكتر. ممكن نعرف الشخص اللي باعت الرسالة دي لمجموعة 21 من هو. Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Stone Labyrinth. رحى قلبك. ثواني عشان الموضوع معقد جدا. Page of Pentacles و Ace of Wands. Nine of Pentacles. عذراء. الشخص ده عنده طاقة عذراء قوية في خريطته. Birth of Fire. B. Ace of Swords. الشخص ده ظلك. عارف طاقة الظل اللي بيبقى ظلك اللي هو بيتقال في الموروثات الشعبية قرينك. على فكرة القرين قريب جدا من توأم الشعراء. طالع هنا Ace of Wands. بس معرفش هو توأم الشعلة ولا لا، بس هو هنا soul mates، مكتوب soul mates. بس الشخص ده جوه قلبك. يعني هو يعني عارف بتشوف الصور اللي هما لما بيبقوا اتنين راجل وست ومدين ظهرهم لبعض، هو الطاقة دي. مش يعني ايه اللي هو هما روح مكتملة ولكن مختلفين جدا، ولكن في عالمين مختلفين. مثلا ين ويانج حرفيا، يعني كل واحد فيهم بيمثل طاقة عالم. والطاقة دي مش بتبقى بره، بتبقى جوه قلبك، لان الناس كلها جوه قلوبنا، بس بالذات الطاقة دي الشخص اللي طاقته في حياتك شبه الطاقة دي هو جوه قلبك. لان بصوا هو صخرة قلبك. انا نفسي البوست اللي انا كتبته عن الصخر ده مش لاقياه يا جماعه، وهتجنن عشان الفيسبوك الاستاذ غير البتاع ده، الحاجات بتاعه السيرش بتاعته، ومن وقتها مش عارفه الاقي البوست ده. هتجنن والله العظيم، عشان كنت مجمعه الصور، وانا الصور اللي بنزلها على فيسبوك بمسحها خلاص من على الموبايل، وزعلت جدا. كنت جايبه الصور اللي كلها بتاعه الميثولوجيات اللي فيها الصخره وفيها وكاتبه كذا مثال على فكرة ان الصخرة هي السموم اللي على القلب، وانه العذراء مثلا لما طلبت من سمعان الخراز ان هو ينقل جبل المقطم من مكان لمكان، ده معناه في رمزية انها بتقول لنا من خلال طاقة سمعان والقصة الرمزية دي انه احنا ننقي قلوبنا من السموم، نفتت صخرة قلوبنا ونسافر فيها. انا هكتب بوست تاني عن موضوع ما اعيط والله. اصل انا موضوع الصخرة ده بالذات عايزة اقول فيه حاجات تانية يعني، فلازم اولا اقعد اقول الكلام ده تاني،
فكنت دايما بجيب البوست بقى وازود عليه. لازم اكتب بوست تاني، ما علينا، منك لله مارك. المهم انه الشخص ده هو الاخضر اللي موجود بعد ما تفت الصخرة، عشان كده هو ايه في ظهرك. يعني هو طاقة كده، لو اترسم لكم صورة هيبقى في ظهرك. الشخص ده نفسه يحضنك جدا، وهو اللي بيأتي ليك بالعسل. على فكرة ممكن يكون طاقة متجسدة وممكن يكون لأ، ماشي. بس حاسة انه انه عاوز يحضنك اقرب للمتجسدة. لكن ده مش معناه على فكرة انه ممكن يكون مش متجسد، لا، ممكن يكون ممكن يكون مش متجسد وعادي يعني، وعاوز يحضنك برضو. طيب الشخص ده Knight of Pentacles، البير، رمز البير الدب دايما محشو حاجة، صح؟ هو بيبقى الطاقة، عشان كده هو في ظهرك، لانك ما يعني لو مش متجسد مش هتشوفه اصلا. لانه بيبقى الطاقة اللي كأنه جواها مثلا كل الهالات بتاعتك. عارف البصلة طبقات، صح؟ الطبقة الأولانية حاجة، التانية، التالتة، الرابعة. البصلة بقى كلها هو الشخص ده، البير اللي جواه كل الالتفافات دي. فممكن جدا يكون طاقة كونية مش متجسدة، وممكن يكون متجسد وحاسة احيانا ان هو متجسد، والله اعلم. الشخص ده عنده حنين كبير جدا ليك. لو تعرفوا او ايه او عندكم بيسمع القراية عنده فكرة عن او ايه، الطاقة دي بير ده هو اللي هو خطيبها، اللي خطيب نينا اللي هي ما شفتوش، واللي احنا نفسنا دايما لما يجيبوا عليه ما احنا بنشوفوش، لانه الطاقة دي، الطاقة الكونية دي، كل الرئات بتاعت التورس بتاع الروح. الشخص ده لو انت ما عندكش فكرة خالص عن الرموز وعن اللي انا بقوله، هتبقى حاسه بالمهابة دي. لو هو متجسد في حياتك هتبقى حاسس ان هو، مش بتكلم عن المهابة اللي هي يعني ايه يبقى خلاص حاسس انه نبي نازل من السماء، لأ، هتبقى حاسس ان في شيء مختلف جدا. هتبقى حاسس انه معلم بالنسبة لك، انه في بينك وبينه رابطة روحية قوية، بغض النظر عن ان هي عاطفية ولا لا، يعني فاهمين؟ هتبقى حاسس يعني الطاقة دي. طب
تعالوا نسأل انت حاسس ايه تجاه الشخص ده. انت يا مجموعة 21 حاسس ايه تجاه الشخص ده؟ يا مجموعة 21 انتوا حاسين ايه تجاه الشخص ده؟ Eight of Cups. حاسين انه دوامة. حاسين انه Eight of Cups تخلى عنكم ولا دوامة؟ الشخص ده بيعمل لكم كده، لو ما انا مش عارفة بس انتوا مش شايفين، بيهزكم قوي، عارف انت الاهتزاز اللي كده، تمام؟ وده بيحصل بناء عليه تخلي، معرفش بقى هو اللي بيتخلى عنكم ولا انتوا اللي بتتخلوا عنه ولا لان كده دي فورتكس بمعنى كده جايه تحت ايس اوف وانز، نفس الوقت بيعمل لكم حاله تنوير على فكره، حتى لو بشكل سلبي، فاهمين؟ يعني حتى لو بتتقابلوا تعملوا تش كده مع بعض، فالتش دي بعد شويه يعني بتفهمكم حاجه، فاهمين؟ او هو زي ما بقول لكم معلم بالنسبه لكم، فبيعمل لكم، بس ده مش هيبقى في فورتكس. ممكن الفورتكس بتبقى جايه من فراقكم، شوفوا انتوا طاقتكم ايه. بس تو اوف بنتكلز، الطاقتين بشكلهم اللي انا شرحته موجودين، يعني هو كحد بيعلمكم بطريقه فيها فورتكس، يعني بيهزكم اهتزاز ايجابي بتتعلموا منه، ولكن بيبقى فيه برضو متاهة كده، اللي هو بتبقى حاسس ان الموضوع متعب شوية او مربك قبل ما بتفهمه. او الطاقة التانية ان هو بيعلمكم يعني اللي بيعمل لكم اهتزاز ايجابي وبتتعلموا منه، ولكن انتوا طاقته بتبقى بالنسبة لكم قوية للدرجة دي، يعني بتعمل لكم فورتكس، بس في الحالة دي من الطاقة هتبقى فورتكس لذيذة يعني. طيب بتحسوا ايه تاني؟ هو اللي عايزين نسأل، هو الشخص ده اتخلى عنكم؟ الشخص ده اتخلى عنكم؟ هل الشخص ده يا مجموعة 21 اتخلى عنكم؟ بس بشكل قدري، يعني ده مقدر ان انتوا تتخلوا عن بعض، انه يحصل تخلي. ليه بقى؟ لماذا تخليت عني إذا كنت تعلم أني أحبك أكثر مني؟ لماذا؟ طبعا مع الاعتذار لغادة رجب، يعني لأني حقيقي قاعدة ما يعلم بالله ربنا مش قادرة أتنفس أصلا. لماذا تخلى هذا الشخص عنكم يا مجموعة 21؟ لماذا؟ Eight of Swords. هذا هو الشخص المتربط اللي بيطلع لنا في كل قراية. فيها حد زانق الشخص ده في كورنر ويربطه في كرسي. لا يمكن. هو حاسس بالعجز. اتربط في ايه بقى؟ اسأل ولا ايه؟ عشان احنا عارفين طبعا في قراية اصلا طلعت قبل كده وقالت، بس خلينا نسأل اتربط في ايه. 3 of Cups. في حد تاني في حياته، تمام؟ طيب ممكن برضو 3 of Cups المجتمع والناس والأصحاب وإيه. يلا يا أصحاب، مش فاهمة ليه الأغنية دي جاية برضو كل شوية وتيجي في القراءة من بداية القراءة وأنا افتكرتها.
يعني ايه يلا. ما تعقلوا الكلام يا جماعة قبل ما تغنوا الأغاني. لا أصحى. بصوا كارت ال 8 of swords ده في انا حاسه ان في كيانات كده، او عارف اللي هو ايه، طفيليات. مش المشروم بس، يعني المشروم على فكره مش لازم يبقى سام، لانه بيتربط في الاذهان دايما ان المشروم سام، بيتقري كده. لا، السام اصلا كلمه سام هي روحانيه جدا جدا، ومعناها الرمزي روحاني جدا. هتلاقي son of سام في الحكايات الرعب اللي هو ايه، ابن الشيطان. حتى في قاتل مشهور مثلا اسمه son of سام، كان بيعمل جرائم يعني. ولما سألوه قال لهم انا ابن الشيطان، وهو اللي قال لي اعمل كده ومش عارف. ده في الصور الظلية، يعني كأنك جبت جاكيت بيير كده، جاكيت بيير فرو بيير، ورحت دالق عليه ابتدى زفت، جردل زفت بالظبط يعني. بس ده مش معناه ان الجاكيت نفسه كان شرير او كان متوسخ. فاهمين ازاي؟ ده في التحول اللي راح بقى لما الشخص هو ولا وعيه وراح في سكة البلحة المقمعة. لكن لما الشخص بينقي ماء حياته ويكون واعي، بيكون في فيلم بقى تاني اسمه ايام سام، بتاع اسمه ايه ده، اسمه ايه يا ربي، بتاع داكوتا فينينج، الطفلة الجميلة دي، الممثلة الجميلة اللي كانت لسه انا متكلمة معاكم على فيلم ليها فيكيوس. وممثل تاني عبقري انا ناسية اسمه، يعني والله اعرفه وشفت له 900,000 فيلم وبحبه جدا، بس نسيت اسمه. المهم ان هو كان طالع في الفيلم ده ابوها، وعايزه اقولك انه رمز اسمه اصلا، يعني مختارين سام عشان يوروك قد ايه طاقة اللاوعي في البيور الربانية، قد ايه بتكون صافية وجميلة جدا جدا ومحبة جدا جدا، ويعني اكتر طاقة قادرة على الحب يعني والعطاء. الفيلم ده جميل، انا بحب الفيلم ده جدا، ايام سام ده. زمان بقعد استناه على MBC 2 اقعد اعيط. كل ما يجي اقعد اعيط، كل ما يجي اقعد اعيط. كنا بنتكلم على سام. ده معلومة جانبية على الفطر يعني وكده، معرفش ليه بحشر الحاجات دي جوه القراءات، بس كل حاجة ليها حكمة. المهم انه غالبا الشخص ده في حاجة سامة في حياته، يعني مش بس ممكن يبقى فكرة ان هو في حد في حياته، او ممكن يكون افكار جواه سامة، ممكن تكون سمية معينة في محيطه، الله اعلم. سيب الناس في حالها دلوقتي، وايه ما نستفسرش اكتر من كده. استشعر بس لو انت عارف الشخص ده وحسيت وعرفت هو مين، يعني استشعر ان هو عاوز يكون جنبك جدا، ونفسه ان هو ياخدك في حضنه جدا، ونفسه ان هو يكون معاك في مكان فيه بحر جدا، او يكون لك زي البحر محيط جميل يحوطك ويديك ورد.
لسه بعمل الورق طلعت لي دي فطت، فهاخدها. الشخص ده بيقولك you bring out the best in me. اوكي، كان بيقولك في ظهر الديك، مش هاخد رسائل تاني، نفسي تعرف حاجات كتير واقدر اقولك حاجات كتير. Oh my god. وفي الديك التانية I wish I had told you more often how much I love you. خلاص بقى، يعني كده خلاص القراية خلصت، واكيد انتوا عارفين مين الشخص ده، واشوفكم في قرايات تانية يا حلوين يا حلوين يا طعمين يا ناس يا طيبين. باي باي. يا جماعة، ونسيت اصور لكم اللافل الصغيرة اللي كانت في مجموعتكم، اللي هي المجموعة 21. اللافل الصغيرة اللي كانت مع قرايتكم، اللي معرفش حرفيا جت منين، اللي هي موجودة في التشارمز ولا في الحروف. يعني عرفتوا ليه بقى كانت موجودة اللافل الصغيرة، كلمة لاف في قرايتكم؟ اظن عرفتوا ليه.